تضرب امك بالشبشب ده مقابل 100,000 جنيه؟ هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت اتجننت؟ ازاي ان انا يعني اضرب امي اللي ربتني بالشبشب؟ تضربها ضربه خفيفه كده على دماغها وتاخدي 100,000 جنيه. هو الكلام ده بجد يا ابني؟ ايوه يا حاج، الفلوس معايا ايوه. يعني احنا لو هي ضربتني بالشبشب على دماغي هناخد ال 100,000 جنيه؟ تاخدي ال 100,000 جنيه وقتي. هو انت لسه يا ماما بتسالي؟ لا طبعا انا عمري ما اعمل معاكي كده. يلا بقى مشي من هنا. اسمعي الكلام، خدوهم يا بنت عشان كليتك. يا خايبه، ما فيش حد بيدفع 100,000 جنيه دلوقتي. يا ابني هتضربي ضربه خفيفه؟ ضربه خفيفه كده وتاخد ال 100,000. يلا خديهم. دي على فكره دي فرصه ما تتعوضش، ده 100,000 جنيه. اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ يا بنتي اسمعي الكلام. لو انت عايزه الفلوس دي ومحتاجاها، انا مش محتاجاها يا بنتي ايوه محتاجينها. يلا بقى يلا اضربيني يلا. ضربه خفيفه وهتاخدي 100,000 جنيه. بس انت اسكت خالص. انت ازاي يعني تخليني ان انا اعمل مع ماما كده؟ دي امي اللي ربتني، دي اللي شالتني 9 شهور في بطنها. على فكره دي فرصه، دي فرصه مش هتتعوض، ده 100,000 جنيه. يا بيه استنى يا بيه، هتضربني دلوقتي بالشبشب ده يا بيه؟ خدي يا بنتي يلا يا موكوسه اضربيني يلا يا بنت. يا بنت اضربيني يا بنت. يا خايبه يا موكوسه، هتفضلي خايبه زي امك كده. يا بنت اضربيني، بقول لك 100,000 جنيه عشان تعملي بيهم يا بنت مستقبلك ومشروعك اللي انت عايزاه. يا بنتي انا خلاص، انا رجلي قدام ورجلي ورا، يعني هموت، محدش هيعيش لك قدي. يلا يا بنتي يلا اضربيني. يلا يا ضنايا اضربيني. يلا يا بنت اضربيني يلا. مش انت محتاجه الفلوس دي يا ماما؟ ايوه يلا بقى يلا. طلعينا عمرك والنبي طلعها لي، نفسي اطلعها. يلا اضربيني يلا يا بنت. يا بنت اضربيني يلا. يلا اضربي. بعد الحب ده ايه اللي تعمل كل ده؟ تستاهل ايه؟ بعد الحب ده ايه اللي تدي حنان كده من غير حساب؟ نبوس التراب اللي ماشي عليه. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حضن من أول حياتي وهم. ليه يا اسماء كده؟ ليه عملتي كده يا بنتي؟ بس يا ماما انت ما تتكلميش معايا دلوقتي خالص. انت بقى كنت عايزني اضرب امي اللي ربتني بالشبشب صح؟ طب انت ليه ما ضربتهاش؟ دول 100,000 جنيه، دي فرصه. ازاي ان انا اضربها؟ باي وجه نظر قول لي ازاي اضربها؟ عشت يا بنت يا بنت بطني. انت عايز اسالك سؤال بس، هو ممكن يعني سؤال يكون بالنسبه لك صعب، بس انت هتعمل ايه لو صحيت من النوم وما لقيتش الست اللي هي امك قدامك؟ هتعمل ايه؟ ما عندكش رد ان انت تقوله لي؟ عارف ليه؟ لان امك دي اغلى شيء عندك في الكون كله. الست دي اللي سهرت عليك ليالي عشان تاكلك وتشربك وترعاك. بلاش تعمل حاجه زي دي كده، ايا كان هي اجتماعيه او ايا كان ايه. عشان الام تحتها يعني تحت اقدامها الجنه. انت عارف ليه؟ لانها اغلى شيء في الكون، لان الجنه تحت اقدامها. على فكره انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ده ورق ابيض مش فلوس حقيقيه. احنا بس بنعمل فكره اجتماعيه وبننزل نشوف رد فعل الناس ايه. وللاسف الشديد في ناس بتقبل الفلوس عشان تهين كرامه والدتها، فاحنا بنعرف الناس دي وبنقول لهم ان ده غلط، ان كرامه الام دي اغلى من كنوز الدنيا كلها. طبعا، وازاي ان ابن او بنت يعمل كده في امه اللي شقت عليه بالساعات زي ما انا قلت لك. يا بيه انا عايز اقول لك حاجه، انا بنتي دي متربيه على الغالي، بس والله لولا بس لما ابوها مات واتحوجنا كنتش خليتها توافق ان هي تعمل حاجه زي كده. بنتك اصيله يا حاجه. انا عمري ما اعمل كده معاك يا ماما، ولا كنوز الدنيا ايا كان تعليمي. مش هكمل تعليم. ربنا يخليكي ليا يا ست الكل. هعمل لك ايه؟ تستاهلي 100,000 عيد على اللي عملتيه. لو هعمل لك ايه؟ من فتاة بسهر ما نمشي، من في اول مرة بمشي سندت عليك. امي ثم امي لحد اخر يوم في عمري، حضن من اول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه. بلاش تعمل الافكار من دي تاني ايا كان ايه، عشان ممكن يجي في وقت يكون ابن اصل امه
ويقبل الفلوس. ما هو ده بقى دي الرسالة اللي احنا بنوجهها للناس، ان انت ما تعملش كده. يعني كرامة الام دي اغلى حاجة في الدنيا، والنبي وصانا للام، امك ثم امك ثم امك ثم ابوك في الاخر. فاحنا بنوصل رسالة بس للشباب الصغير وللناس اللي بتجرح كرامة امها عشان خاطر الفلوس، او عشان مش عشان خاطر الفلوس حتى، ان الام دي اغلى حاجة في الدنيا. صح طبعا، امك هي اغلى شيء في الكون. شكرا. بس هي دي نصيحتنا للناس، وانت ست اصيلة جدا، ووالدتك ربنا يخليها لك ويحفظها، وفرصة سعيدة وانا اتشرفت بمعرفتكم جدا. دعاء الدنيا كلها تحلالي. اكيد طبعا. شكرا. شكرا لحضرتك. بعد الحب ده ايه اللي تعمل كل ده؟ تستاهل ايه بعد الحب ده؟ ايه اللي تدي حنان كده من غير حساب؟ نبوس التراب اللي ماشي عليه. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حضن من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه.